بكره ان شاء الله يجيبوا لي ان انا جايب معايا قلم هايلايت ولا فلوماستر، لازم يبقى لي سبوره، لكن هنصور الورق وهعمل. احنا هنبدا من البدايه خالص. لمن لم يمكن القسم الاعظم من حضراتكم جاي هو عارف طبعا يعني ايه، ما فيش حد ما يعرفش، بس انا هفتت لكم بقى بعض الاشياء والمرجعيات والاشياء الثابته الراسخه. ما فيش حد ما يعرفش يعني ايه اسمها، ما التترات والعناوين موجوده فيها وكل الناس عارفه فلان الفلاني والله يرحمه سبحانه وتعالى. لكن عايزين علميا بس شويه ندردش، وارجوكم مش ما تحولونيش انا الى مرسل وانتم مستقبلون، وانا محاضر وانتم مستمعين. هاخد منكم وهصر وانتوا اكيد اللي هتقولوا يعني، بس نناقش شويه كده يعني على موضوع يعني ما هو السيناريو؟ ويعني ايه سيناريو؟ وليه سموه سيناريو؟ هو اسم عربي ولا فرنكي؟ طيب الاصطلاح ده شاع وذاع جدا في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت ما فيش ربة بيت تراقب المسلسلات الدرامية أو طالب جامعي لا يقرأه في تترات مسلسل أو يشاهده في انترفيو أو لقاء مع أحدهم أيا كان الكتاب. حتى إن من كتر ما هو تقريبا من غير تعريف علمي اتفهم عند الناس، استعاروه منا واختلسوه منا وسرقوه منا في عالم السياسة وعالم الصحافة. لعل المدخل اللي هقول لكم عليه من عالم السياسة والصحافة اللي خدوه مننا نحن كتاب السيناريو وعالم الفن يقرب ويخليكم تقولوا تعريف السيناريو وانتوا توصلوا له من غير ما اقول لكم حاجات، لانه في عشرات المفاهيم وعشرات التعريفات لكلمة واحدة، كلمة سيناريو، وبالتالي تبقى ايه اللي جوايا. انت بتسمع كتير الناس او تقرا في الصحيفه الرياضيه وقد صار سيناريو المباراه على وتيره ان الاهلي يهاجم ومش عارف مين يدافع مش كده؟ ومن المتوقع في الايام القادمه ان يكون سيناريو الاحداث في المنطقه هو كذا. مش كده؟ يبقى واضح من الكلام ده ان اللي بيوصف ده الصحفي اللي بيغطي في يوم المباراه الرياضيه او المحلل السياسي اللي بيتكلم عن احداث المنطقه وما تدبره امريكا في الخفاء مثلا او جرى في العراق وما شابه، ان في ثمه احداث واشياء، والاهم ترتيبات، يعني اشياء احداث ايفنتس مرتبه مخفيه لان ما حدش عارف مين اللي ورا الكاميرا، ما حدش عارف مين اللي كاتب السيناريو، ما حدش عارف مين المساله دي، مش باين، فاهمين ان هو بس البطل هو بيعمل كده يقولش كده وخلاص مثلا. هو دي حتى ان كانت حاجه بسيطه زي كده، اشياء واحداث وترتيبات وخفايا تم الاتفاق عليها، وضعت ليلا، تمت التواضع عليها، وما عليكم انتم ايها المراقبون والاحداث السياسيه او بلغتنا ايها المشاهدون في الشاشه الى انكم تشوفوها. وهذا الكلام يعني مش عايزين نقول طبعا انه لا انجيل ولا قران، انما ايه لا يمكن الحيد عنه. احداث مترتبه في احداث ايفنتس واتكتبت خلسه لغرض سيء او لغرض ايا كان، وتم الاتفاق عليها وهتشوفوها انتم ايها المراقبون يعني في عالم الكره الارضيه او البلاد السياسيه او المشاهدون رؤى العين. لا يخليكم او يحيلنا الى اننا نعرف يعني قربنا كده نشوف انها ايه، يعني حاجه متفق عليها، حاجه مش وليده اللحظه، حاجه مش وليده الكلام، شيء لما فر منه. ده صحيح.